طاجيكستان. طاجيكستان أرض مشمسة تضيء أشعة الشمس بشكل أساسي الأنهار والبحيرات والبحار والشلالات. لأن المياه الصافية لهذا البلد كبيرة ولا تنتهي، ستكون الرحلة المحاطة بالمياه الزرقاء لا تنسى. تعتبر بحيرة إسكندركول من أجمل البحيرات في البلاد، والتي تجذبنا بمساحتها وموقعها. قصصه أكثر إثارة للاهتمام. يقع هافتكول في جزء آخر من طاجيكستان. هناك 7 بحيرات متتالية، ولكل منها لون مختلف. سيكون الطريق إليها طريقا مليئا بذكريات الطبيعة والمكان الملونة. تقع قراكول في أبرد منطقة في طاجيكستان في ناحية مرغاب. إنها واحدة من أكبر البحيرات في طاجيكستان. في الصيف، باستخدام الرياح التي تهب على طول شواطئ البحيرة، يهتم عشاق الرياضة سباق القوارب أكثر بهذه الرياضة. يوجد 100 ينبوع علاجي في طاجيكستان، 71 منها بها مياه ساخنة و43 مياه باردة. الينابيع الساخنة هي عبارة عن مياه معدنية علاجية تتدفق بشكل طبيعي من أعماق الأرض. تم بناء المصحات حول كل من هذه الينابيع الساخنة. إذا كانت مصحة غرب ششمة علاجا لأمراض الجلد، فإن مصحة أوش لأمراض العيون، ومصحة شهامبري وبيبي فاطمة زهراء، ومصحة أبيغان والعديد من المصحات الأخرى توفر ظروفا لمئات المرضى للراحة وتلقي العلاج في الطبيعة الجميلة. يمكن لكل زائر لهذا البلد الإقامة أولاً في فنادق ال5 نجوم التي تلبي المعايير العالمية في العاصمة دوشنبي. وإذا سافر إلى كل ركن من أركان البلاد، حيث توجد في كل زاوية منها فنادق جميلة للاستجمام. مجرد النظر إلى منظر جبال طاجيكستان يمكن أن يوفر الراحة ممتعة لا تنسى. تغطي الجبال نسبة 93% من الأراضي في طاجيكستان. يعد تسلق الجبال أحد أشهر الجولات في طاجيكستان. يمكن للمسافر السفر من جبل إلى آخر وقهر أعلى القمم. يأتي العديد من متسلقي الجبال إلى طاجيكستان لتسلق قمة إسماعيل ساماني على ارتفاع 7495 مترا. نحن مندهشون لرؤية أفضل الأماكن والطبيعة الساحرة لهذا البلد. الجزء الأعلى من جبال مغطى بالثلوج طوال الموسم. حتى في أشهر الصيف الحارة يمكننا رؤية الثلج الأبيض على سفوح الجبال. وإذا كنا في قمة الجبال يسود برد الشتاء نفسه. في الربيع والصيف والخريف من الفريد زيارة الجبل ومشاهدة مناظره الطبيعية. أجمل طبيعية محبة في هذه المرتفعات. جليد فيتشينكو. هناك العديد من الأنهار الجليدية في طاجيكستان، والتي تعد مصدر المياه المتدفقة في البلاد. في كل عام يأتي عدد كبير من السياح لمشاهدة واحدة من أكبر الأنهار الجليدية في آسيا الوسطى، فيتشينكو، الواقعة في منطقة وانش، التي يبلغ طولها 77 كيلومترا و650 كيلومترا مربعا، وبسماكة 700 إلى 1000 متر، وعرضها من 3 إلى 5 أمتار مربعة. يعد جليد فيتشينكو أكبر وادي وجبل جليدي ليس فقط في طاجيكستان، ولكن في العالم بأسره، وهو مدرج في كتاب سجلات الأراضي. لمحبي المواقع التاريخية في طاجيكستان، هناك العديد من القلاع والمعالم الفريدة التي توجه المشاهد لقرون.
سارازم هي واحدة من أقدم المستوطنات والأدلة على تطور التخطيط الحضري في آسيا الوسطى، والتي تم إدراجها في عام 2010 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. السفر في مكان تاريخي يعرف المرء بحياة أسلاف الطاجك 5500 عام. تعد قلعة حصار التي يعود تاريخها إلى 3000 عام نقطة جذب لكل سائح، من مهنة الناس إلى حياة البلاد. كانت قلعة هولبوك موجودة منذ القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر، وتحتوي على آلاف الأسرار والقصص. مثل هذه القلاع هناك المئات من القلاع الأخرى في طاجكستان، لكل منها أسلوب حياة خاص بها. تقع قاعدة أرتوش لتسلق الجبال والسياحة على ارتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر في وادي نهر أرتوش، على بعد 72 كيلومترا من مدينة بانشكين. مهجع قاعدة أرتوش لتسلق الجبال مفتوح كل عام من مايو إلى أكتوبر. تم بناء العديد من بيوت العطلات على أراضيها. هذا المكان له وسائل النقل الخاصة به، ويعمل على نقل السياح والمتسلقين. تجذب المنطقة المحيطة بقاعدة أرتوش لتسلق الجبال الانتباه بمناظرها الجبلية الجميلة. يسير السياح من قاعدة أرتوش إلى مواقع إسكندركول وكولي كالان وعلاء الدين وكولي علاء. خلال الموسم السياحي في كل جزء من طاجكستان يتم إعداد زوايا منفصلة للسياح الذين يمكنهم قضاء الليل في مناظر جميلة للجبال والأنهار والبحيرات. إنهم يبنون معسكرات خاصة، توجد خيام، وهذه الخيام لها ظروف مواتية، واللحظة الراحة في هذه البلدات تضيء ذوق الجميع، ويتوقع السياح مثل هذه العطلة كل عام. تعد طاجكستان موطناً لمجموعة من الحيوانات المتنوعة ومن الأنواع النادرة، وكثير منها مدرج في كتاب البيانات الأحمر لطاجكستان. كل من يأتي إلى طاجكستان يستمتع بنسة نمر الثلجي أو نمر جميل، بالإضافة إلى خروف جبل ماركو بولو وماعز جبل بارماشو وطيور نادرة. استيطانها في الجبال العالية السحيقة له سحر مختلف، والسياح الذين يتمتعون بسياحة الصيد يسافرون إلى طاجكستان على مدار السنة. إلى جانب الصيد الحيوانات والطيور المرخصة من الدولة، يستمتعون أيضا بنسة ممتعة لا تنسى في الجبال والطلال في هذا البلد. السياحة الزراعية في طاجكستان ناجحة للغاية، حيث أن الزراعة هي القطاع الرائد في البلاد. إذا سافرنا خلال موسم نضج الفواكه والخضروات والمحاصيل الأخرى إلى البساتين والأراضي الزراعية، فكل شخص يساهم بشكل مباشر في الحصاد، وفي نفس الوقت يتمتع بطعم الفاكهة الطازجة. طاجكستان هي أرض الفواكه الحلوة. الطعم اللذيذ للفاكهة الطاجكية يأتي من الشمس والطقس لهذه الأرض المشمسة. محبي هذه الفاكهة كثيرون جدا خارج البلاد. عندما تنضج جميع الفواكه والخضروات في الخريف، سيتم الاحتفال بعيد مهرجان في طاجكستان. مهرجان هي عطلة مزارع. مهرجان هي إحدى الأعياد الطاجكية القديمة التي بقيت حتى يومنا هذا. منذ العصور القديمة مهرجان هو عيد الصداقة وحب لأهل الشرق. منذ ذلك الوقت وحتى اليوم يحتفل الجميع بعيد مهرجان. إذا قمت بزيارة طاجكستان
فستستمتع بالتأكيد بالأطباق الطاجيكية الوطنية. أدرج آشي بالاو أي الرز البخاري المعروف عند العرب في قائمة التراث غير المادي لليونسكو كطبق وطني للطاجيك. يتم تحضيره بطريقة فريدة في كل منطقة من طاجيكستان، وهو ألذ من الآخر. إذا بقيت في طاجيكستان خلال الاحتفال الجميل بعيد نوروز، فسوف تتعرف على جميع التقاليد والحرف الوطنية للطاجيك. تم إدراج عيد نوروز التي يعود تاريخها إلى 6000 عام في عام 2010 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ابتداء من هذا العام سيحتفل معظم الناس في البلدان الأخرى بنوروز. للتعرف على الحرف المختلفة في كل منطقة من طاجيكستان، نلتقي بفنانين يصنعون واحدة أكثر إثارة للاهتمام من الأخرى. الجولة الثقافية ممتعة للغاية مع مشاهدة الحرف اليدوية. الأطلس والأدرس هما خماشان الوطنيان الطاجيك، واللذان ترتديهما النساء في الغالب في أيام العطلة. يتم إعداد الأطلس والأدرس بطريقين على الأجهزة الكهربائية ويدويا أيضا. دور تشاكان هو دور ساحر مخيط بجهد كبير، يعكس بشكل أساسي جمال طاجيكستان وله رموزه الخاصة. تشاكان مدرج في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي باعتباره فناً طاجيكياً فريداً. يمكن لكل ضيف المساهمة في إنشاء هذه الحرف في العراق. سيتم إعداد جميع أنواع الهدايا الوطنية للضيوف، وسيحمل كل منهم هذه الهدية كتذكار من طاجيكستان. يتمتع مجمع صفدراء الرياضي والسياحي بفرصة وظروف مواتية لتغطية مختلف الرياضات الشتوية. تعمل الفنادق الحديثة هنا، والأطعمة اللذيذة، والحفلات التي لا تنسى في انتظارك. عندما تأتي إلى عاصمة طاجيكستان دوشنبه، ستستمتع بمنظر مختلف من كل زاوية كاخ نوروز. هي واحدة من أكبر المباني الفريدة والرائعة في البلاد، والتي تم بناؤها خلال فترة الاستقلال. بشكل عام يضم القصر جميع ثروات وثقافة وتاريخ الأمة الطاجيكية. يجسد الحلى والأنماط لأيدي الحرفيين الطاجيك في كاخ نوروز علامة عميقة للحرفيين لهذه الأمة من الماضي البعيد. السفر والسياحة، الأسرار، أماكن ممتعة يمكن رؤيتها من دوشنبه إلى قلب الجبال. آلاف القصص في انتظارك. طاجيكستان لؤلؤة في أرض الشرق.